ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحه. ونعمل ايه؟ مبدئيا كده نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. النهارده بقى يا حلوين هنعمل اصابع الجلاش بطريقه سهله جدا وبسيطه. هتنجح معاك ان شاء الله من اول مره. وهقول لك ازاي الحشو ما تفكش منك بطريقه بسيطه جدا. بصوا، الجلاش بيتكلم عن نفسه. بجد حاجه كده تحفه. حاجه كده تشرفك قدام ضيوفك. يلا بينا نشوف حضرناه ازاي مع بعض. مبدئيا كده هحضر السيرب، عشان أنا عايزة السيرب يبقى بارد. سيرب الجلاش بيبقى بارد والجلاش بيبقى سخن. فهنزل بقى في الحلة بتاعتي بكوباية ونص من السكر، عليهم كوبايتين من المية، نص عصرة ليمونة كده، ومعلقة كبيرة من عسل الجلوكوز، وظرف من الفانيليا. مش هقلب ولا أي حاجة. هسيبهم على النار كده حوالي 8 دقايق. لو ما عندكيش عسل جلوكوز وحابة تستغني عنه عادي جدا، بس في المرحلة دي هتسيبي السيرب شوية. سيبيه قد 10 دقايق على النار. اهو بعد 8 دقايق هطفي بقى النار. زي ما انتم شايفين كده السيرب بقى جاهز معايا. هو لسه كمان هيتقل لما يبرد. هركنه بقى على جنب واسيبه يبرد كده، ونحضر بقى الجلاش. كده معايا لفة جلاش 500 جرام، ومعايا كنافة حوالي ربع كيلو من الكنافة كده مشوحة في معلقة سمنة. قطعتها بإيدي كده وشوحتها في معلقة سمنة على النار. اضيف بقى على الكنافة كده 3 معالق كبار من السيرب. هو ده اللي بيخلي الحشوة تمسك منك في قلب الجلاش لما بتضيف السيرب على قلب الحشوة. هجيب بقى ورقتين كده من الجلاش، وابدأ اديهم مسحة كويسة من السمنة كده، واحط بقى الحشوة على طرف الجلاش من بره كده، وابدأ بقى الف رول. حابة بقى تحشي اي حشوة تانية اللي انت تفضليها احشي بيها. وزي ما انتوا شايفين كده الف رول كده. زي ما قلت لكم انا حاطه ورقتين جلاش، عشان لقيت الورقه الجلاش رقيق فحطيت ورقتين. وجبت الصينيه بتاعتي اديتها مسحه من السمنه كده، وابدا بقى ارص كده زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هقطع في الاخر. دهني الجلاش كويس جدا بالسمنه. خدي بالك بالفرشه ما بياخدش سمنه كتير. انا بحط الحشوه على طرف الجلاش من بره. مش عارفه هي مش واضحه ليه، انا ما خدتش بالي ان هي مش واضحه. وتلفي بقى كده، لفي بقى كويس كده. طريقه سهله جدا ومبياخدش اي وقت خالص، وحاله مش مكلف خالص. بجد هتعمليه وناجح معاك ان شاء الله من اول مره. اهو كده بحط الحشوه كده على طرف الجلاش، وبعد كده بلف. حابه تحطي بقى مع الكنافه مكسرات براحتك خالص. زي ما قلت لك انا هقطعه في الاخر. هكمل بقى الكميه وارجع لكم تاني. اهو كده حشيت كل الكميه زي ما انتم شايفين كده. هبدا بقى ادي مسحه كده من السمنه من فوق كده، مسحه محترمه كده من السمنه. الفرن بتاعي طبعا سخن، مشغله من قبلها على درجه حراره 200. هبدا بقى اقطع كده زي ما انتم شايفين. هقطعها كده على 4. خلي ايديك كده تبقى متساويه عشان كل صبع يبقى قد التاني.
هدخله بقى الفرن نشوف بعد ما يخرج من الفرن. اهو كان خرج معايا من الفرن وهو سخن كده. هنزل بقى بالسيرب. السيرب هنا بارد، بارد وتقيل. بصوا الجلاش بيشرب السيرب بسهولة. بصوا شكله بجد شهي جدا. اعملي بقى كده، ورمضان داخل علينا وكل سنة وانتم طيبين. فاعملي بقى بنفس الطريقة وان شاء الله هينجح معاكي من اول مرة. بصوا الحشوة في قلب الجلاش متماسكة ازاي. بجد بقى اتمنى تجربوا بنفس الطريقة، ولو عجبكم بقى طريقتي ما تنسونيش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة، ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله.